نفسي افهم ليه حمامات البنات في المولات معفنه كده؟ ايه الحكمه؟ هل انتي في بيتك بتسيب الحمام بالقذاره دي؟ يعني انتوا بترموا المناديل والمنظر الحمام في بيتكم بالشكل ده؟ دي تبقى مصيبه سودة، لان من صفات البنت النظافه. بنت بنوته اصلا النظافه هي اساسيه لكل الناس، راجل او ست، بس البنت دي من الحاجات المهمه جدا فيها انها تبقى نظيفه. وهل انتي فاكره او انتوا فاكرين ان الداده اللي في الحمام دي تشتغل عندك او عندي او عندنا؟ لا، الست دي زيك زيها، هي واحده جايه بتشتغل شغلانتها تنظف وكل حاجه، بس مش شغلانتها ان هي تشيل وراكي عفنتك خالص. نحاول نعدل سلوكنا في الموضوع ده عشان عيب علينا، خصوصا لما اعرف ان حمات الرجاله انضف من حمات البنات. دي تبقى حاجه داهيه. هتقولوا لي عرفتي منين يا غاده؟ عرفت من حد من اصدقائي، قلت له صور لي كده الحمام عندكم هو نضيف؟ قال لي زي الفل. طب صورهولي. لقيت الحمام ولا في مناديل على الارض ولا مناديل على الرخامه ولا الكلام ده. فتبقى مصيبه اكبر ان الرجاله حماماتهم انضف من حمامات البنات. يبقى اسمك بنت ازاي؟ فيا برنسيسه الجميلات، من صفات البنت او الست انها تكون نظيفه، مش من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. اسمعي مني. السلام عليكم.